هل إصابة بايدن بفيروس كورونا ليه علاقة بالانتخابات الرئاسية؟ هل في احتمالية لعودة فيروس كورونا بشكل جديد وأقوى؟ هل توريط أمريكا في الحرب الروسية الأوكرانية هيكون أحد الأسباب للإطاحة ببايدن؟ والسؤال الأهم، هل تم تهميش بايدن وكامالا هاريس هي من تحكم أمريكا حاليا؟ هل قرر الكيان الصهيوني الإطاحة ببايدن بسبب تعليقه لشحنة أسلحة؟ يسعد صباحكم أو مساكم أينما كنتم، أنا رفيق عادل وأنتم بتتابعوا برنامج أصل الحدوتة. بفكركم لو لسه ما اشتركتوش في القناة وما فعلتوش زر الجرس، أهلا بيكم في أي وقت عشان يوصلكم كل جديد. إصابة بايدن بفيروس كورونا جت في وقت حساس جدا، خصوصا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، والناس ابتدت تسأل هل ده هيأثر على الحملة الانتخابية الخاصة بيه؟ في ناس من الديمقراطيين ابتدوا يعبروا عن قلقهم ان هو هيقدر يكمل حملته الانتخابية في سن ال 81، وده بيخلي الناس اكتر قلق على صحته وعلى مواجهته في الفترة اللي جاية. ورفض بايدن التنحي وقال ان هو مستمر في الحملة الانتخابية، وان مرضه ما هو الا مسألة وقت وهيرجع للحملة الانتخابية تاني. بجانب ده ان في زياده في حالات الاصابه بفيروس كورونا في امريكا الفتره دي، وده ممكن يخلي الامور اصعب على بايدن، لكن بايدن بيحاول ياخد كل الاجراءات الاحترازيه عشان يخف بسرعه. هل في احتماليه لعوده فيروس كورونا بشكل اقوى وجديد؟ الاجابه ان في احتماليه، خصوصا ان في انواع جديده نزلت زي فليرت وال بي 1 المتحورات من الفيروس الاساسي اللي بدات تنتشر في امريكا وبعض الدول المجاوره، والسلالات دي فيها طفرات جديده اللي بتمكن الفيروس ان هو يتفادى مناعه الجسم. هل توريط امريكا في الحرب الروسيه الاوكرانيه هيكون احد اسباب الاطاحه ببايدن؟ صرح بعض السياسيين والمحللين في امريكا وخارجها ان الاطاحه ببايدن لو حصلت مش هيكون سببها الرئيسي الحرب الروسيه الاوكرانيه، لان السياسه في امريكا بتتاثر بعوامل كتير زي الاقتصاد والسياسات الداخليه للحكومه، بالاضافه للاحداث الداخليه والعلاقات الخارجيه. والحرب في اوكرانيا كانت جزء صغير من اللي بيأثر على السياسه الامريكيه، بس بيقولوا ان هي مش هتكون السبب الرئيسي في الاطاحه ببايدن. في مايو 2024 صدق بايدن على وثيقه او قرار بمنع تصدير او بتعليق شحنه اسلحه للكيان الصهيوني، واللي كان معظمها هجوميه وليست دفاعيه. وكان وجهة نظر بايدن في القرار ده ان هو بيحمي المدنيين الفلسطينيين، وكانت الشحنة عبارة عن 3500 قذيفة غير موجهة، وكانت بتتنوع ما بين قنابل وزنها من 2000 ل 500 رطل. وصرح بايدن وقتها وقال يجب على الكيان الصهيوني او اسرائيل ان هي تحمي او تقوم بحماية المدنيين في فلسطين. وقالت ادارة بايدن وقتها ان على اسرائيل ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين في كل عملياتها العسكرية. بس خد بالك، في نفس الوقت هو بيصرح وبيقول ان على امريكا الدفاع عن اسرائيل بدعمهم بالنظام الجوي للقبة الحديدية. اللي عمله بايدن ان هو وقف الاسلحة الهجومية، لكن الدفاع عن الكيان هو قائم، وبيزودهم باسلحة بدفاعات جوية وانظمة جوية اللي هي خاصة بالقبة الحديدية الاسرائيلية. وده بصراحة بيبين توازن صعب في دعم اسرائيل او الكيان الصهيوني ما بين الدعم وبين التفكير في حقوق الإنسان والحريات والحفاظ على المدنيين. وده طبعا واللي عارفين كلنا إنه بيتنافى مع سياسة الكيان الصهيوني، السياسة العامة اللي هي الإبادة، وده عشان تنفيذ المخطط المعروف والمتعارف عليه، وهنبقى نعمل له حلقة خاصة. نيجي بقى للسؤال الأهم، هل تم تهميش بايدن حاليا وكامالا هاريس هي من تحكم أمريكا؟ كامالا هاريس هي نائبة الرئيس، طلعت على المسرح السبت اللي فات في نيو أورليانز في مهرجان اسنس، ابتدت تحكي للناس قصة حياتها من بدايتها وهي طفلة في أوكلاند في كاليفورنيا، وإن كان والدها كان ناشط في حركة الحقوق المدنية، وابتدت تحكي لهم عن تجاربها الشخصية اللي دفعتها إنها تتولى منصب عام. وختمت كلمتها ببعض الكلمات اللي ما استخدمتهاش من 2019 في حملتها الانتخابية وهي بتترشح للحزب الديمقراطي، وقالت باللفظ الناس في حياتك هتقولك الوقت ما جاش لسه مش دورك، محدش قبلك عمل اللي انت عملته. وقالت كمان واحدة من الاشياء اللي بحبها ان الناس تقولك ان هيكون في شغل كتير، وفي النهاية قالت ما تسمعش الكلام الناس اللي حواليك، ركز في طريقك وبس. والكلام ده جه في وقت ما هي اتحطت تحت التدقيق وابتدوا يسألوها عن عمر بايدن الحقيقي وصحته بعد الفشل والسقطات اللي تعرض ليها في المناظرة مع الرئيس السابق دونالد ترامب. ده غير ان في دعوات لبايدن انه يستقيل. في النهاية إصابة الرئيس بايدن بفيروس كورونا لو مش مبين لك أي حاجة أو مش مديك أي إشارات لازم تركز فيه، وخليك دايما مركز في اللي بيحصل حواليك. في فيروس جاي، باحتمال كبير في فيروس جاي، في فيروسز تانية جاية، في أوبئة جاية. في النهاية إصابة الرئيس بايدن بفيروس كورونا لو مش علامة، فكل مواقع الإخبارية النهاردة بتتكلم عن إن في وباء أو جائحة أو فيروس تاني جاي،
وكل المواقع الإخبارية والعالمية بتتكلم إن في أوبئة وجوائح تانية جاية. فليرت ابتدى يظهر وبيتنوه عنه على المواقع، LB1 وآيرس كذا حاجة بيتكلموا عنها. هل ده تحضير لفيروس جديد؟ بيجسوا نبض الناس، الأخبار إيه؟ كل اللي احنا عارفينه إن هم بيدونا زي شوية جرين لايتس أو ريد لايتس، ضوء أحمر. في النهاية دونالد ترامب أو بايدن أو أيا كان الشخص، فالواجهة واحدة والتخطيط واحد، السياسة واحدة. ما بتفرقش الأشخاص، بتفرق حاجة واحدة بس، إن السياسة واحدة والتخطيط واحد. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك شير وسبسكرايب عشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين ويوصلكم كل جديد. ولو لسه ما اشتركتش في القناة أو فعلت زر الجرس، أهلا بيك في أي وقت. كنت معاكم رفيق عادل في أصل الحدوتة، واستنونا في حواديت جاية كتير. أشوفكم على خير.